السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. معاكم اسماء مصطفى من قناة جدد وغير معايا تلميذ، والنهارده ان شاء الله هنعمل موديل ملاية هيعجبكم قوي كشكلا ولونا وكده يعني. فهنبتدي مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه. اهم حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتدي دلوقتي نشوف اللي احنا جايبينه ايه وهنعمل ايه. طبعا ده لون اصفر، جايبين منه 50 سنتي، نص متر، متر الا ربع، زي ما تحبي. زي لو انت بتحبي تقيسي كتير هاتي متر وربع، لو انت ظابطه ايدك هاتي من نص. ودي متر ودي متر وربع او متر ونص. هنقيسها مع بعض كده عشان انا جايباها بقالي فتره. دي متر ونص، دي متر ونص. اللون الزيتي ده، والاول مره حد يشوف ايه اللون الزيتي ده كده داخل في ملايه جميل كده ان شاء الله. مع بعض كده شايفين الزيتي مع الاصفر تحفه والله. ودي جايبينها منها متر ونص، وبرده داخل فيها الالوان الزيتي زي ما انتم شايفين كده، والكشمير. بس انا عملت كشمير في الاوردر ده فمش هنعمل، والابيض مش هنعمل ابيض لا. خلاص هنركن الاتنين دول معاه ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه هنقص القرص بتاعنا زي ما احنا عارفين. القرص بتاعنا هنقصه ايه؟ هنقصه بانيه، هنقصه مترين اهو. يلا اهم حاجه كده نكون صلينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا ونقص كده مع بعض. اول حاجه هاخد مترين للقرص بتاعي، ادي متر وادي متر، كده خدنا 2 متر للقرص بتاعي. خلاص اهو. وايه، وهبدأ كده نطلع ماشي بالشكل ده اهو كده. حط الايه التانية بتاعت التاجر على التانية كده عشان بص تلاقي الظبط معاك. ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول كلنا عليه افضل الصلاة والسلام اهو. ونبتدي بقى نقص. بسم الله. يلا صلينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. يلا ادي المترين بتوعي خدتهم. خدت مترين. المفروض دلوقتي بقى معايا ايه؟ على فكره أنا ممكن تكون الملايه بتاعتي دي عشان انا مدخله فيها كورنيش، ممكن اكون جايبه قرص ومتر ونص او مترين اللي باقي ده هنشوفهم مع بعض. كده خدت القرص مترين ونركنه على جنب ونشوف دول باقي معانا كده. اعتقد كده ده متر ونص، جايبين 3.5 من القماشه دي، مش 4.5. خلاص عشان قلنا ايه ممكن نعمل الخداديه نص ونص عشان بتبقى شكلها احلى على فكره. طبعا قماشتي اهي متر ونص، الباقي معايا يبقى كده كده احنا كنا جايبين ايه 3.5. هنيجي من عند البورصل كده وهنقيس ايه 90 سنتي اهي. هي كانت معايا كده القماشه تانية التاجر، انا جايباها كده ومطبقه كده. هلف كده اهو ماشي كده كده شايفه، وهاجي من هنا. خلاص هاجي منين؟ من هنا. واقيس ايه متر ونص. هقيس يا اللهم صل وسلم على محمد. القماشه بتاعتي متر ونص، هاجي كده هاخد كام 90 سم، وهطلع الخداديه بتاعتي من المخدات. طلع خداديه من المخدات واقص بالشكل ده. بسم الله. وهبدا ايه اشد اهو اهو. وكده اصبح معايا ادي المخدتين اهو. ادي المخدتين اهي معايا اهو، اهي اهو اهم اهي اهي. وهنركنهم على جنب. وهنيجي من هنا طلعت معايا خداديه اهي مظبوطه 55 بالظبط اهي. هنقسمها بقى نصين وان شاء الله اصبروا بقى ايه هركنها شويه كده واشوف انا هعمل ايه الاول. يلا اهم حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا القطعه دي انا قصيت ايه، جبت ال50 سنتي وقصيتهم نصين. 50 سنتي فردتهم وقصيتهم نصين ها. وبعد كده رحت نضفاها من تحت كده وهخيطها. هنشوف هنعمل ايه. اهم حاجه دلوقتي هاخد ايه معايا، هاخد 60 سنتي من القماشه بتاعتي دي، هاخد 60 سنتي من الزيتي دي، هاخد 60 سنتي. خلاص هاخد 60 سنتي بالشكل ده اهو، واتنيهم بالطريقه دي. هاخد من هنا عشان ايه تبقى قدامي في التانية اهو 60 سنتي. هخليها 65 سنتي عشان ايه الخياطات. تمام تمام. هاجي من هنا واروح جايبه ايه تانية التاجر على تانية التاجر بالشكل ده اهو.
اهو بالشكل ده، وهنطق بقى كده واعدل قماشي عشان ما يوربش معايا وتبقى ايه القصه دي كلها تضيع مني. خلاص هظبط بقى قماشي كده كده، وهقيس برضو معايا المازوره. كانت هنا دلوقتي فين؟ بسم الله بسم الله، الدنيا كركبت خالص عندي اهي، وجدتها لقد فعلتها وجدتها اهي. هنقيس كام؟ 65 65 تمام. هاجي من عند الطرف ده، لو طلع 65 يبقى انا كده ايه قايسه صح 65. طب تمام، بس ايه من السنه كده، سنه سنه كده اهو، وهاجي كده كده اهو اهو، وهاجي من هنا واقيس برضو ال 65 بتوعي عشان اتاكد بس كتاكيد. هنا طالعه زي ده 60 سنتي خلاص كده كده ماشي بقى تمام التمام تمام التمام. خلاص على فكره اللونين دول مع بعض بصراحه عجبوني قوي. كنتش اعمل الملايه دي بس حسيت ان انا كترت من الكشميرات. عملت ملايه الاطفال كشمير، وعملت ملايه تاني كشمير فينفع. كان عندي ملايه كشمير برضو جميله قوي يخش فيها كورنيش كشمير، ما رضيتش اعملها على فكره، قلت كده اوفر قوي كده زادت. بس كده نركن، خدنا ال 65 بتوعنا دول عشان الخياطه عشان الخياطه. وهاجي هاتني كده اهو على فكره انا راحت من، استغفر الله العظيم يا رب، انا كده غلطت في حاجه ان انا ما كنتش قستي 60 سنتي. خلاص ما علينا، انا جايبه قماش بزياده، هاخد ايه، هاخد ال 30 سنتي بس من هنا وبس، عشان انا مش هعمل كورنيش ده، بالعكس انا هعمل كده على طول وهمشي بالخيط على طول، مش هعمل كورنيش، همسكها يعني في القرص وهننزل تحت نعمل كورنيش، يعني الكورنيش هيبقى من تحت بس. فخلاص كده ما فيش مشكله عادي خالص. ادي كاننا ما عملناش حاجه ولا شفنا حاجه اهو. انا هقول لكم هنعمل ايه. ايه سوري سوري سوري، هنقيس دول نشوفهم قد ايه. 35 تمام تمام كده. وهبدا اقص بالراحه بقى، امشي بالراحه تاتا تاتا عشان القطعه ما تكون صغيره بتوارب منك. ممكن نعملها قلبات الحته اللي قاعده يعني، مش هنحتاس يعني، مش هتروح في حته. الحمد لله احنا بندبر كل حاجه سوري على القطعه دي. شايفه انا حاطه ايدي ازاي عشان ايه ما تجريش مني، لو جريت مني هتوارب ومش هعرف امسكها، عشان مش هعرف اجري وراها يعني. هاي دم خفيف اهو. خلاص كده هاخد القطعه دي مع الكورنيش اللي انا عاملاه الاصفر كده. طبعا الاصفر انا عملت ايه نفس الطريقه دي، خدت كام، خدت 50 سنتي وتنيتهم زي ما انتم شايفين كده وقصيت، وايه في الاخر رحت شبكان في بعض وخيطتهم. ده بالنسبه للكورنيش. بالنسبه اللي مش كورنيش فهاخد قطعه واحده كده بس، قطعه واحده بالشكل ده اهي، قطعه واحده بس كده. وهنشوف هنعمل بيها ايه، وهنشيل دي ان شاء الله هنعمل بيها حاجه ان شاء الله باذن الله. تمام تمام. هاجي من هنا بقى ايه، هو اشوف انا هعمل ايه. طبعا انا من المخدات طلعت ايه، طلعت وش طلعت مخده من المخدات، طلعت منهم مخده، المخدات طلعت منهم مخده ايه، حسب الله الشيطان الرجيم، المخدديات طلعت منهم ايه دي، خلينا نقول دي احسن اهي. فانا هخلي الوش دي واخلي الظهر دي، اخلي الوش دي واخلي الظهر دي. تمام عرفت دي بقى اهو. هاجي من هنا بقى يروح قصه،
خلي بالي بقى عشان انا واخده الاتنين تانية كده، واخده ايه 55 سنتي اهي، تنيتهم وخدت 55 سنتي، وهبدأ دلوقتي ايه اقص. بسم الله. تنيت القطعه اللي معايا دي وخدت 55 سنتي وهقص، ولسه هنقص تاني لان احنا هنطلعها 70. حلو كده. تمام كده، تمام كده، خلاص كده شلنا دي اهو. سبحان الله، كل مره بيحصل معايا عجز في القماش. المقبله الملايه دي طلع معايا زياده في القماش، سبحان الله، خالق الوهاب صح اهو. طبعا انا واخده نصين، هاجي من هنا وهاخد كام 70 سنتي بتوعي وهطني كده، خليها كده قدامكم. طبعا انا تنيت وخدت ال55 وقصيت على كده، وبعد كده هطلع ايه ال70 سنتي اهو. تمام كده اهو. بس اهو. طلع 70 سنتي بتوعي. دي حركه برضو مهمه، اما تلاقي حط ايدك هنا تلاقيها مع بابا وروح عامله الحركه دي. حلو، حلو وظريفه اهو. اهو دي بقى كده معايا، وهلف وماشي كده واقص ايه ظهر المخدات المخدديتين بتوعي، ظهر الخداديتين بتوعي اهو. كده تمام. ادي اهو الظهر بتاع الخداديات، والوش فين اهو. ادي الوش، ادي الوش بتاع الايه الخداديتين، عشان احنا عاملين ملايه 5 قطع اهو. هاجي من هنا كده ايه واروح قصه. كده تمام، تمام التمام. هنظبط كده، نحطهم على بعض كده بالطريقه دي اهو. كده خلاص اهو تمام كده، تمام التمام. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص كده اهو. هاجي من قماشتي دي اللي معايا دي الحلوه دي اهي، هنشيل دول كده، وهاجي من هنا اهي بالشكل ده كده اهو. بدل ما ايه، عشان ايه تحاولي ايه ما تهدريش قماش. اهي دي قد ايه؟ هاخد كام اهي 34 سنتي في 55 اهو. هاخد من هنا 55 وهتني بالطريقه دي، بدل ما اهدر قماش الكلام ده. معلش لففتكم شويه بس عشان اوريكي يعني ان انت ايه لازم تفكري كده وتشوفي ايه اللي مش عايزاه وايه اللي عايزاه. زي ما قلنا دي كانت متر ونص.
ان شاء الله هتبقى القلابات. يبقى احنا الحمد لله ما هدرناش اي حاجه، وكل حاجه تمام معانا اهي. ودي كده انا عايزه احطها في وش الخداديه كده. حسيت ان اللون الاصفر تحفه تحفه تحفه. اما اجي كده اهو واروح حاطه دي كده اهو يا جماله اهو. بصي، واخيطها اخليها تقيله كده، مش هقص واوصل، لا مش هعمل الحركه دي، مش بحبها بصراحه. عملتها قبل كده وطلعت مش حلوه معايا اهو كده اهو. ونشوف بقى هنحط ايه هنا. كده يبقى خلصت معايا الخداديه اهي. هتبقى نص ونص، وادي الوش وادي الظهر، خلاص كده. وادي كمان القلابات، وادي كمان القلابات عشان نبقى كده كله في السليم. بصوا اهو، الحمد لله قصينا غلط ورجعنا ايه، لقينا الدنيا معانا حلوه. وكمان فاض معايا قماش، لان انا جايبه متر ونص عشان الكورنيش كان نصين، فطلعت معانا دي ايه زياده. خلي مفيش حاجه بتترمي معانا اهي. نعملها ظهر الحاجه كده يعني. لسه معانا مفرش عروسه ان شاء الله هنعملها مع بعض. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه في الملايه بتاعتنا. يلا بينا. وبكده خلصنا ملايتنا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا جبنا القماشه اللي فوق المشجره دي 3 متر ونص، خدنا مترين قرص ومترين مترين قرص ومتر ونص ايه مخدات، وطلعنا خداديه. وشو زي ما انتوا شفتوا عملنا الوش مشجر ووش ساده، وكمان حطينا قطعه ساده عشان ايه شايفه اللونين بينطقوا بعض بصراحه ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتوا شايفين كده. وجبنا كمان من القماش الساده ده متر ونص. انتي ما تجيبيش متر ونص، جيبي متر بس، جيبي متر بس عشان طلع معايا زياده، لان انا كنت نفسي كنت هعمل الكورنيش كله زيتي فما حبيتش، او كموني او زيتي حاجه زي كده بين اللونين دول، عشان هو زي ما انتوا شايفين كده في الفرع بتاع الجذع ده. فخلاص كده عملت زي ما انتوا شايفين. طبعا تجيبي متر وتاخدي منه 30 سنتي او 35 سنتي عشان الخياطه، عشان نزله الملايه تبقى معاكي مظبوطه. وزي ما انت شايفه كده، وخدي 30 سنتي. انا غلطت وخدت ايه 65. كنت فاكره ان انا هعمل كورنيش، بس اتضح ان انا هعمل كورنيش اللي هو الاصفر. فرجعت رحت واخداه وعاملاه زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو. استغليت كل قطعه قماش، سواء عملتها صح عملتها صح الحمد لله طلع صح، واللي عملته غلط صلحته زي ما انتوا شايفين كده. وكمان جبت نص متر من القماش اللي هو الاصفر الساده ده، نص متر يا جماعه، ورحت واخداه وقصاه نصين 25 و25 وخيطتهم في بعض. وعشان ايه 25 حلوه ده 25، ورحت حطاهم في بعض زي ما انتوا شايفين، مش حطاهم في بعض، خيطتهم في بعض. وبقى معانا مترين 40 مترين 40 عشان عرض القماش مترين 40، بقى معانا 4 متر 80 كده كويس جدا. لان احنا نعمل كورنيش واحنا ثابتين على المقاسات دي، والمقاسات دي جميله جدا ومش هتغلبك وهتبقى معاكي ممتازه. خلاص يبقى شرحنا ملايتنا خطوه خطوه زي ما انتوا شايفين. وعند الجبيره دي برضو كانت عندي، فانا هبتدي احطها برضو على الملايه، سواء حطيت من فوق بس او من تحت، او حطيت الاتنين زي ما انتوا شايفين. هنشوف انهي الاجمل. وزي ما انتوا شايفين برضو قولولي اعمل خط اللي فوق بس وتبقى كده، ولا اعمل خطين. برضو رد عليا في الكومنتات وقولولي كده، وحسسوني ان في ناس بتسمعني، مش خيال بيجي يبص ويمشي. لا انا عايزه الناس تثبت وجودها معانا. وزي ما انتوا شايفين خدنا مترين، خدنا وبكده زي ما انتوا شايفين، وعملنا فيونكه جميله ظريفه لطيفه كده في النص. وخلاص كده خلص الفيديو بتاعنا. وكان معاكم اسماء مصطفى من قناه جدد وغير مع عائله الميم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واكيد تنتظروني في تقفيل الملايه، وكل يدعي لنا كده بالستر ان شاء الله، ربنا يستر علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا نشوف بقى من قريب والكاميرا الخلفية بجد تحفة 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 ما شاء الله اهو. حقيقة اللونين جمال قوي مع بعض، عجبوني جدا. عشان كده حبيت ان انا ايه اعملهم من الملاية. طبعا احنا ما كناش هنحط اللون الاصفر ده خالص، احنا حطينا اللون الزيتي بس. احنا ايه حبينا ندخل الاصفر كده، فبقى ملاية جميلة جدا. وبرضه هتقولوا لي اعمل ده، هتقولي لي كده مره ولا كده، يعني اعمل الجبيره اللي فوق بس ولا اعمل الايه
جوبرتين كده، وقولوا لي كده معانا واحده واحده كده وعرفوني انتوا عايزين نعمل ايه.